بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بنتكلم النهاردة على حكم عمل طبيب النساء وطبيب تنظيم الأسرة في نهار رمضان. حقيقة في ناس بتستحرم انها تشتغل في هذا المجال في نهار رمضان ويقول لك احسن افطر، ودي حاجة غريبة جدا. يعني تخليك اللي بيفكر كده بيخليك تشك في نواياه وتشك في اتقانه لعمله وتشك في ان هو ممكن يكون بينظر بشهوة. لان هو ايه اللي بيخلي انك تفطر في نهار رمضان في حاجة زي كده؟ هو النظر بشهوة. هل انت وانت شغال في هذا العمل بتنظر بشهوة؟ لو مش بتنظر، انت لازم تسأل نفسك هذا السؤال كطبيب. هل العمل في هذا المجال وكشف العورات قدامك انت بتستقبله بالنظر بشهوة ولا لا؟ لو الاجابة انت ما لا تصلح انك مش تشتغل في رمضان بس، ما تشتغلش خالص في المجال ده، لان دي عورات. ما ينفعش انت تتحرك مشاعرك لشغلك، وهذا يعني حاجة سيئة جدا. وبنشوف ناس للأسف أحيانا، طبعا كل المجال فيه الكويس والوحش، ان ممكن يستغلوا شغلهم في تحرش بالستات او يعني افعال منافية للاداب. لكن السؤال لو جوابك لا، يبقى اذا تشتغل في اي وقت وانت صايم تطوع وانت شغال في نهار رمضان. الموضوع ملوش علاقة غير بسؤالك هل انت بتنظر بشهوة ولا لا لعورات المسلمين. ودي حاجة سيئة للغاية. لو هي موجودة فيك يبقى لا تصلح انك تشتغل هذه الشغلة من بدايتها. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.